والآن مع المسلسل بوتي تريننج لكل أفراد العيلة. طيب، خامس قاعدة في البوتي تريننج إن إحنا نعمل إيه؟ نعمل مسلسل للطفل. بابا هيقعد على البوتي، ما تزعلش يا بابا، وماما كذلك، ولو عنده إخوات كذلك. الأطفال بتتعلم بالتقليد، هم شافوا الفيديوهات وشافوا البوتي واشترى البوتي اللي هو عايزها وجبناها ولعب بيها وعملنا تآلف بينه وبينها. بعد كده جه الوقت ان احنا نحاكي الموضوع. لو هي بوتي على التوليت، خلاص بابا هيخش، ممكن يشوف بابا هو بيعمل. ماما طب بص اختك رايحه او اخوك رايح، ففي الاخر يقول ايه ده؟ طب ما هو كل البيت بيعمل. على فكره احنا كمان كبرنا وهتبقى ريحتنا حلوه ومش هنعمل على نفسنا تاني زي بابا وماما واخواتنا. يا دكتور هو كل ده احنا نقعد نمهد؟ قاعده خديها، كل ما فتره التمهيد هتطول كل ما البوتي تريننج هيكون اسهل ومش هياخد وقت معاكي. قاعده رقم 6: الصبر 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 الصبر. انت اتعلمتي السواقه في قد ايه؟ بابا اللي شغال مبرمج اتعلم البرمجه في قد ايه؟ اسالي كده، عشان يتعلم لغه برمجه واحده محتاج قد ايه؟ ليه عايزين الطفل في البوتي تريننج في 6 ساعات؟ اي مهاره بيتعلمها الانسان محتاجه صبر لحد ما يتقن هذه المهاره. قاعده رقم 7: لو سمحت قللي التوقعات. والله الكلام ده في توصيات الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال. قللي التوقعات. انا طفلي هيطول في البوتي تريننج واقعد فيها 6 شهور وهيبهدل البيت، ايه المشكله لما اخش وانا عامل داون اكسبكتيشن، مقلل التوقعات خالص؟ عمل في شهر الحمد لله، عمل في شهرين. انما لما اخش ده انا بنتي اذكى بنتي في الدنيا، ابني الاول على منطقته، بعد كده لما يقعد بقى في البوتي تريننج سنه ونص يجيلك اكتئاب. خلاص، فلو سمحت قلل التوقعات. طيب احنا كده طولنا عليكم، نكمل ان شاء الله في الفيديوهات الجايه سلسله سيف بوتي تريننج او بوتي تريننج بامان.